اللي انت شايفها دولة بالنسبة لك، تقول ان هي اكتر دولة انت حبيت تعيش فيها؟ أكتر دولة أنا حبيت أعيش فيها، والله ده آه سؤال ظريف. هي مش بالدولة على قد ما هي مدينة، لأن الدول نفسها كمان بتختلف من جوه. بس أكتر مدينتين حسيت، هي برضه بتعتمد على أنا بدور على إيه، ولكن أكتر مدينتين كانوا ظراف للحياة بشكل عام كانت أمستردام وسان فرانسيسكو. اوكي. ولكن لندن وسياتل بيجوا بعديهم على طول في المرتبة التانية. تمام، طب ليه كنت... لندن وسياتل قريبين قوي من بعض يعني اللي عاش هنا وعاش هنا مش هيلاحظ تقريبا أي اختلاف خالص، غير إن لندن ممكن تكون انترناشونال أكتر شوية من سياتل. اوكي، طب انت ليه شايف، يعني ليه حطيتهم، لو حابب تقول طبعا ليه حطيت ان دول افضل اتنين؟ امستردام فيها بوزيتيف انرجي كده، مش عارف مصدرها ايه الصراحه، يمكن من الحشيش اللي في الجو مش عارف. بس الناس هناك مبسوطه طول الوقت كده وسعيده وبتاع واخدين الحياه ريلاكسد قوي وكده. سان فرانسيسكو ميكس في حاجات كتير، هي انترناشونال جدا زي امستردام. يعني اكتر تو سيتيز انترناشونال شفتهم هم امستردام وسان فرانسيسكو. امستردام كانت لما انا كنت عايش فيها في 2018 كانت بتفتخر ان عايش فيها 172 جنسيه تقريبا. بالك اللي هو العالم كله آه، المسجل مع الامم المتحده هم 191 ولا 193 دوله، فاللي هو خلاص يعني فاضل لهم شويه صغيرين ويقفلوا يبقوا متحده في حد ذاتهم يعني. سان فرانسيسكو زيها بالظبط في القصه دي، ولكن سان فرانسيسكو كمان آه، ميزتها الرهيبه ان هي الجو بتاعها طول السنه تقريبا واحد.